في هذا العالم اللي حنا عايشين فيه كاينين بزاف ديال البلايص اللي غراب، وكاين في هاد البلايص اللي فايت الناس سمعنا عليهم، وكاين اللي ما عمرنا سمعنا بهم. داكشي علاش في هذا الفيديو جبت لكم 4 من اشهر اليوتيوبرز اللي زاروا اماكن اللي غريبه بزاف، بدايه بفيصل فلوغ. فيصل فلوغ يوتيوبر مغربي واللي بدا صناعه المحتوى في سنه 2016، واللي لايح اكثر من 600 فيديو في القناه ديالو، وتشهر بالفلوغات، خصوصا الفلوغات اللي كان تيدير في اسيا، حيت ما خلات حتى شي بلاصه في اسيا الا هو مشى ليها. ولكن قبل من 6 سنين من دابا لاح واحد الفيديو بعنوان مدينه الموت في الهند، واللي ضرب له اكثر من 8 ديال المليون ديال المشاهدات كاكثر فيديو مشاهدات في القناه ديالو. هي فاش مشى فيصل فلوغ للهند، وبالضبط لواحد المدينه اللي سميتها فاراناسي، واللي هي مدينه الموت في الهند، وتسمت بمدينه الموت حيت هنا كيحرقوا الناس بلا ما يدفنوهم. زائد ان هذه المنطقه عايشين فيها السكان الاصليين ديالها واللي سميتهم الاغوريين، وهاد الاغوريين كتلقاهم ديما طالين روسهم بواحد الصباغه واللي هي في الاصل رماد ديال الموتى، كيهزوه وكيطلعوا روسهم به. داك الرماد ديال الموتى فاش كيتحرقوا كيهزوا كاع داك الرماد اللي كيطيح مع الخشب ومع العظام ومع اللحم، داكشي كامل اللي كيتحرق كيهزوه هما كيطلعوا به ريوسهم. فيصل بدا تيصور ديك البلاصه وتيصور دوك الطقوس، ولكن وهو غادي حدا واحد الواد كيلقى واحد الانسان اللي ميت وجروا الواد. غتكون كتبان لكم شي حاجه مورايا في الواد دابا هنايا بالابيض، هذاك ميت لاحوا الواد للجنب، يعني دوك الموتى اللي كيتلاحوا في الواد واحد منهم هذا. وهذا الشيء قال لك حيت في هذه البلاصه الانسان الا مات موته طبيعيه كيحرقوه، والا مات شي موته ماشي طبيعيه كيلوحوه في داك الواد. يعني الشخص اللي لقاه فيصل في داك الواد غالبا مات شي موته اللي ماشي طبيعيه، وموته ماشي طبيعيه كنقصد بها الا شي واحد غرق ولا عضو شي حنش ولا مات بشي تسمم. اي واحد كيموت موته اللي هي طبيعيه كيحرقوه، اللي كيكون دار كسيده مثلا اولا مات شي موته اللي ماشي طبيعيه هذاك هو اللي كيلوحو في الواد. من مور هادشي يمشي فيصل لواحد البلاصه اللي كيتحرقوا فيها الناس، وفي هاد البلاصه تخيل معايا الناس كيتحرقوا في الدنيا. من بعد هادشي فيصل غادي يقطع الضفه الاخرى ديال ديك الجزيره، واللي قالك فيها النوع الاخر ديال الاغوريين واللي كيقولوا ليهم اكلي لحوم البشر، حيت قال لك هاد الجهه من الجزيره الناس اللي عايشين فيها باقيين تياكلوا لحوم البشر. الاشاعه او الهضره اللي كنقراوها كاملين على هاد الاغوريس هادو كيقولوا باللي في الضفه الاخرى كاينين دوك اكلي لحوم البشر اللي ما كيتفاهموش. ولكن واش بصح باقيين هاد اكلي لحوم البشر في الهند؟ صراحه ما عرفتش، ولكن في البدايات ديالي في يوتيوب كنت لحت لكم هذا الفيديو على واحد الشخص واللي مشى لواحد الجزيره حدا الهند النيت واللي سميتها ذا نورث سنتينيل، ولكن فاش وصل ليها ما عاودش خرج منها. وفاش قلبت لقيت بلي هاد الجزيره بصح باقين فيها اكلي لحوم البشر، وممنوع يدخليها شي واحد حيت الناس هنا باقين متوحشين. المهم ما علينا، فيصل رجع للبلاصه الاولى وحضر للطقوس والاحتفالات ديال دوك الاغوريين، وداك الشيء كان غريب ديال بصح. ومن فيصل فلوغ غادي نمشيو لعند الرحاليستا واللي صور واحد الفلوغ في واحد الجزيره واللي غريبه ديال بصح، واللي كنظن كلكم فيت لكم سمعتوا بها. الرحاليستا يوتيوبر ليبي باكثر من 2 ديال المليون مشترك في القناه ديالو، واللي تيدير محتوى ديال الفلوغات، بمعنى كيسافر لبزاف ديال الدول وكيصور الثقافات ديالهم واشهر المأكولات عندهم واغرب البلايص وبزاف ديال البلانات بحال هكا. داكشي علاش في سنه 2021 غادي يمشي للمكسيك. المهم بقى كيدور في المكسيك وتيصور فلوغات تما واللي ناضين ديال بصح، بحال انه دخل لاخطر الاحياء في المكسيك ومشى للاهرامات ديالهم وصور الاحتفالات واشهر المأكولات وبزاف ديال البلانات اخرين. حتى 22 جونفي في سنه 2021 غيمشي لواحد من اغرب الاماكن في العالم واللي كنظن غتكونوا سمعتوا به، واللي هو جزيره الدوما في المكسيك. نحن عشان نمشوا للجزيره المسكونه إسلا ديروس مونيكاس بالاسباني، إسلا ديروس مونيكاس. دخل رحاليستا لهاد الجزيره وبقى كيدور، وفريمون البلاصه راه كانت مرعبه ديال بصح. والقصه ديال هاد جزيره الدوما باختصار هو واحد الشخص اللي سميتو دون خوليان كان عايش في هاد الجزيره، وكان هو الوحيد اللي عايش فيها. ولكن الجزيره راه كانت سياحيه حيت فريمون راه كانت زوينه والطبيعه فيها واعره ديال بصح. المهم كما قلت لكم الناس كانوا تيجيو لهاد الجزيره حتى لواحد النهار كانت جات واحد السائحه لهاد الجزيره النيت، ولكن للاسف غرقات في الواد حيت ما كانتش تعرف تعوم. انا خوليان ولا ديما بالليل كيشوف ديك السائحه والله الروح ديالها كما تيقولوا هما، وحيت كان كيتخلع جاتو واحد الفكره باش يطرد الروح ديالها من ديك الجزيره. والفكره هي ان خوليان باش يطرد ديك الروح الشريره هي يبقى يعلق الدومه في الجزيره كامله. ولكن المرعب في هذا الشيء هو قال لك دوك الدومه تسكنوا كاملين، والناس اللي تيمشيو لديك الجزيره بالليل بداو كيشوفوا دوك الدومه كيتحركوا وشي مرات كيسمعوهم كيتهمسوا كاع. Han venido reporteros del mundo y han traído cámaras nocturnas y han grabado
movimientos de muñecas. Unas mueven los ojos, otras hacen ruidos como pequeños bebés. تخيل معايا هاد الجزيره كاينين فيها المئات ديال الدمى المرعبه واللي استغرقوا من خوليان اكثر من 50 عام باش يجمعوهم كاملين. 50 años recolectando 50 واو 50 سنه، تخيل انت 50 سنه يجمع فيها. في الاول تهجرت هاد الجزيره بسبب القصص اللي وقعوا للناس فيها، ولكن مع المده رجعوا الناس كيمشيو ليها سياحه وولات هاد الجزيره من اشهر البلايص سياحه في المكسيك، وهذا هو البلان باش تخليها ترحاليستا حيت هو مشى لها على اساس سائح، ولكن هو راه ما شاف والو، بل مشى تسارى مع راسو شاف المنظر كيفاش دار ورجع في حاله. ولكن الناس اللي مقابلين ديك الجزيره تيقولوا بلا راه ديما تيشوفوا شي حوايج اللي غراب، ولكن تيشوفوهم بالليل، بمعنى لا بغيتي تشوف شي حاجه خصك تدخل للجزيره بالليل. وإلا جاتك هاد الجزيره مرعبه فثق بيا البلاصه اللي مشى لها جو حطاب غتوقف لك دماغك. في 11 يونيو في هذا العام النيت جو حطاب يحط واحد الفيديو بعنوان مدينه الزومبي في امريكا، وتخيل معايا هاد البلاصه اللي مشى ليها جو اسم على مسمى حيت كتحس بها بحال اللي من شي فيلم ديال نهايه العالم، داكشي ديال والكين ديد. الناس كيتمشاو بحال الزومبي باجساد محنيه، بنادم عامر جروح اللي تعفنات واللي باري ديال الدروغه مليوحين في كاع البلايص. ولكن كيفاش البلان؟ في ولايه بنسلفانيا في واحد المدينه اللي سميتها فيلادلفيا. هالمدينه فيها اشهر واكبر سوق مفتوح للمخدرات في امريكا ويمكن في العالم. في هذه المدينه منتشر واحد من اخطر انواع المخدرات واللي قوى من الهيروين 50 مره واللي سميتو الفينتينيل. والمشكله في هذا المخدر هي انه رخيص بزاف وكيدمر بما تحمله الكلمه من معنى. ولكن في هذه السنين الاخرى يخرج مخدر اللي خطر من الفينتينيل براسو واللي سميتو ترانك خليط بين الفانتانيل وماده اسمها الزلازين، وهذا الزلازين مهدئ بيطري يستخدم للحيوانات مثل الخيول وابدا لا يصلح للبشر. هاد المخدرات خطيره بزاف والمشكل هي ان مازال ما عندهمش علاج، بمعنى مازال الحكومه ما عرفاش كيفاش تتعامل مع المدمنين على هاد المخدرات، حيت فاش كيمشي المدمن على هاد المخدرات للسبيطار ما تيقدروش يعاونوه كاع، ما كيقدروش يوقفوا الاعراض الانسحابيه اللي خطيره. وهاد المخدرات خطيره لدرجه في سنه 2023 تسجلت في هاد المدينه اكثر من 1400 حاله وفاه بسبب هاد المخدرات النيت. ولكن واخا هادشي كميه كبيره ديال الناس باقيين كيستهلكوا هاد المخدرات والاستهلاك ديالهم حرفيا كيردك زومبي. وتخيل معايا البلاصه اللي كيدقوا فيها دوك اللي باري مع المده كتولي معفنه حيت كيموتوا في ديك البلاصه الانسجه. هاي الجروح اللي شايفينها عباره عن نيكروسيس بما معناه موت الانسجه الناتج عن ترانك. والمشكل كما قلت لكم قبيل هي ان شي واحد فاش كيبغي يقطع هاد المخدرات كيمشي للسبيطار وما تيقدروش يعاونوه بسبب الاعراض الجانبيه. ومن الاعراض الجانبيه هي ان المدمن على هاد المخدرات ما كيقدرش يحبس من القيء. Man, you need to go to hospital. I tried 15 times to stay in the hospital and there's nothing they could do to make me stop vomiting. هاد الفيديو اللي صورت جو حطاب فريمون تيبين لك الجانب المظلم ديال امريكا. امريكا راه حلم، الحلم ديالي والحلم ديال بزاف ديال الناس يمشيو ليها، ولكن راه ماشي جنه. ومن جو حطاب غنمشيو لعند درو برينسكيو واللي بواحد الكولاب مع مستر بيس يدخلوا لواحد من اخطر الاماكن على وجه هاد الارض واللي هو جزيره الافاعي في البرازيل. درو ومستر بيس فعلا غادي يدخلوا لهاد الجزيره واللي الا قلبتي عليها غتلقاها كتعتبر من اخطر البلايص في هاد الكره الارضيه. وهذا الشيء راجع لان في وسط الجزيره كاينين الالاف ديال الافاعي السامه، ومن ضمن هاد الافاعي كاين واحد النوع اللي كيتسمى الافعى الذهبيه واللي خطيره بزاف حيت قال لك السم ديالها خطير لدرجه انه كيقدر يذوب اللحم. وإلا قرصتك شي لفعه من هادو راه خاصك ضروري تمشي للسبيطار في اقرب وقت، وغالبا راه ما غادي تجي فين توصل للسبيطار حتى غادي تموت. وتيقولوا بلي هاد الجزيره في كل متر مربع في وسطها كتلقى الفعه، بمعنى عمره بزاف. وزيد عليها هاد الجزيره محظوره وممنوع يدخلها شي واحد من غير العلماء، والعلماء تيدخلوا لها باش يخرجوا السم من الافاعي حيت راه السم يقدر يكون علاج لبزاف ديال الامراض. المهم دريو ومستر بيس يدخلوا لديك الجزيره وبشكل قانوني بطبيعه الحال، حيت دخلوا باش يصيدوا الافاعي ويخرجوا منهم السم، وكانوا معاهم بعض العلماء بداو كيقلبوا على الافاعي. وتخيل معايا في نهار كامل يلا قدروا يصيدوا 3 ديال الافاعي. We found it! Wait, that's venomous. Yeah.
So if that bit me, I would die. Dude, he's looking right at you. Where do I grab it? اول مره سمعت على هذه الجزيره كان كيصحاب لي غيكون فيها بزاف ديال الافاعي كثر من الغار اللي مات فيه راغنار، ولكن والو يلا لقاو 3 ديال الافاعي. واحد خونا سميتو العيساوي كيحط فيديوهات ديال الحناش في فيسبوك كيلقى كثر منهم، واقيلا كان خاصهم يدوه معاهم في هذه الرحله. غير ضحك معاكم. المهم تلاقاو وسط هذه الجزيره مع واحد العالمه ديال الاحياء وسولها درهم How many times have you been to the island? More than 15. والغريب هو فهاد 15 المره عمرها عضها شي حنش. Have you ever had snake bite? No. Never. No, never. ولكن سؤال، واش المعلومات اللي كاينين في الانترنت على هذه الجزيره واش غير كذوب ولا زعما يكونوا الافاعي تيعرفوا يتخبعوا؟ بمعنى كان خاصهم يديروا مجهود اكثر باش يلقاو بزاف ديال الافاعي، ولا زعما تكون هذه البلاصه نشيطه بالافاعي غير بالليل؟ خلي لي الجواب ديالك في التعليقات، ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو واستمتعتوا به، وما تنساش معاك ديك لايك وسبسكرايب، وقول لي الا جاتك فرصه تمشي لشي بلاصه من هاد البلايص اللي هضرت عليهم في هذا الفيديو شنو تختار؟ يلاه دابا خلي لي الجواب ديالك في التعليقات. وكان معكم خوكم الكوستو، تهلاو نشوفوا فيديو جديد.